الشوط الأول في قمة 90 دقيقة. لا تغمضوا أعينكم، حاولوا أن تستمتعوا بكل تفاصيل هذه التجربة وهذا الديربي. والانطلاق يبدأون الجنون مبكرا، كرة تصل من جديد. أذكر السادة المشاهدين بأن هذا الديربي رقم 101 في تاريخ لقاءاتي الدد. سأستمر حتى أجد رجلا لا يمكنني هزيمته، سأستمر حتى أجد رجلا لا يمكنني هزيمته. الكرة العرضية التي كانت عن طريق ميشايل، لكن الكرة أيضا بتتخلص والكرة تعود من جديد مرة أخرى في مكان إلى خارج الملعب. رمية تماس، هذا الارتباك الذي يتعرض له بعض مدافعين، والكرة تصل بعد ذلك إلى سافيتش. الله، مالكوم، لكن التغطية تأتي. لجامي يقطع الطريق في غياب العمري. يريد الهلال أن يعتمد على هذه الجهة التي يتواجد فيها سالم عدى سالم مرة يلعب الكرة إلى مالكوم، لكن ممتازة التغطية بعد ذلك من جانب علي لجامي اللي بدوره بيرسل الكرة إلى بروزو إلى فوق. تحتمل أن نخسر مباراة أخرى وهذا لا يزعجني، هذا يحفزني. هكذا يتقدم ويتحدث كاسترو ويقول بالتأكيد كرة تسترد الموقف، تستعيد الكرة كوليبالي رجل الكرات الطويلة بعد روبن نيفيز في الهلال. يا سلام يا مترو، بيلعب الكرة إلى البريك. مترو خذ مكان، المجنون يريد أن يبدأ. مترو استلم، مترو عدى، مترو حاول، لكن ممتازة التغطية والإصرار واللعب بالنار، لكنها تحب استدعاء موهبته تحت هذا الضغط. من ينجح في استدعاء هدوئه وتركيزه تحت هذا الضغط؟ انظر إلى الضغط الذي نتحدث عنه. لويس كاسترو في حالة على خطى والدي. الآن الكرة بتصل وسافيتش يريد بالتأكيد أن يقدم المزيد، لكن الكرة العرضية تأتي من ميشايل والكرة بتتحول مرة أخرى من جديد. لعبونا بأنكم اعتدتم على الأجواء، انتظروا قليلا، الأجواء قد تتغير في لحظة. الكرة بتتحول مرة أخرى في الجهة اليسرى والكرة تصل بعد ذلك إلى خارج الملعب في رمية التماس. نشوف ونتابع على شكل ضربة ركنية، بيرسل كرة عالية وطويلة، الكرة تصل والمدافع في اللقطة الماضية علي لجامي. هناك بعض اللقطات كثيرا في هذا الموسم بأهداف هلالية، سجل في الدوري فقط 11 وصنع 3، سجل كثير في كل البطولات والكرة تصل مرة أخرى. هو ثاني هدافي الدوري بعد عوده مرة أخرى عن طريق محمد البريك. تعود عن طريق محمد البريك في نص الملعب. الان الكنترول عن طريق ميتروفيتش، ممتاز للتحضير، بيرسل الكرة وصلت الى مالكوم، يعني صارت خطرة. مالكوم الى ميشايل، السرعة، سعود خذ مكان، ميشايل خذ مكان، مشرف يعيد الكرة الى حارس المرمى نواف العكيدي، تأخر فيها، بيرسل الكرة بعد ذلك باتجاه الى جامي. بروزو استلام تحت الضغط من سافيتش. شوف سافيتش يحاول ان يضغط على بروزو دائما، الكرة من بروزو، ولكن في السوبر الايطالي لو تتذكرون ما بين اليوفنتوس ولاتسيو، ويومها فاز سافيتش في تلك المباراة. حينها كان يدرب لاتسيو المدرب إنزاغي الذي يدرب فريق الانتر الآن ويتصدر معه بطولة الكالتشو الإيطالي. هناك في مثل هذا اليوم كثيرا يا ساديو، اللاعب الذي توقفت أهدافه في الأسابيع الماضية لكن لم تتوقف أهداف النصري بكل تأكيد. عند 6 أهداف ساديو ماني. كرة تعود الآن إلى تاليسكا، بيرسل كرة في مكان عن طريق بروزو، عادت بعد ذلك من جديد من سلطان الغنام علي لجامي بجانب أوتافيو، محاولة بناء الهجمة، محاولة الصعود بالكرة. مثير، ديربي يعطينا وجها هجومي. الأهداف لم تأتي لكنها في الطريق، لكنها في الطريق. الكرة تصل ومترو كذا يصل إلى المحطة. ليرة فيها كرة عرضية، عادت بعد ذلك والكرة الآن مرتدة من مترو، بيلعب الكرة إلى مالكوم، ولكن الله على التغطية، صارت للنصر، صارت للنصر. بروزوم، ولكن اخطاء بروزوم باللقطة الماضية، صارت مرتدة، الضغط ينجح. انظر إلى الارتداد، ميشايل في مكان إلى سالم، لو استلم سالم استلم. الكرة بتتحول نظرات هذا المدرب البرتغالي جيسوس، والكرة بترجع مرة أخرى من جديد، كرة طويلة إلى الأمام. أحد الفريقين ستتوقف سلسلة أيضا مباريات جانب من الجماهير الحاضرة والمتواجدة. كرة بتتحول مرة أخرى من جديد،
في الجهة اليمنى، والكرة تعود من جديد مرة أخرى في نصف الملعب، فيها تمريرة لمصلحة فريق النصر. الكرة بترجع أيمن يحيى. إذا تغيير اضطراري كما ذكر، للاعبين مغرية، للمدربين مغرية، للجماهير مغرية، للإعلام مغرية، لكل من له علاقة وأحيانا من ليس له علاقة. الكرة الجماهير تشجع، سافيتش والدوران بيرسل الكرة إلى سالم، سالم في مكان، مالكوم يخترق عرضية، ولكن اللقطة الماضية مقطوعة يا مالكوم. دائرة لا تفوق كاسح لطرف على آخر. الكرة بتتحول بعد ذلك إلى سعود عبد الحميد، ما زالت لمصلحة الهلال، ويريد هذا البرتغالي أن يواصل النجاح. كرة بتصل الآن، سعود عبد الحميد في منطقة الجزاء، لكن لا جامي أولا، يحيى ثانيا، وصلت بعد ذلك إلى سد ممتاز سعود، صارت مرتدة إلى سالم. كرة الهلال المرتدة والسرعة، مترو لاعب على لاعب، لو عدى لو فتح بيرسل لك كرة أكثر خطورة. كرة بترجع الآن في مكان في نص الملعب، الكرة بترجع من جديد في الجهة اليمنى، محاولة بتصل مرة أخرى. شوط والمشاهدين متابعينا لم يبح حتى الآن بكل أسراره وبأكبرها. كريستيانو أو بروزو الآن يطلب الكرة في الجهة اليمنى والتمريرة. شوف الضغط، شوف قلة التركيز. قبل قليل تمريرة لم تصل إلى تاليسكا، الآن تمريرة لم تصل إلى كريستيانو، الآن كرة يفقدها سالم، والانقضاض يأتي والخطأ يأتي. شوط فيه من الالتحامات الآن في مكان عن طريق حارس المرمى ياسين بونو، اللي بيرسل له كرة طويلة وعالية، ولكن الكرة أيضا مقطوعة. تعود بعد ذلك في مكان سليم إلى فوفانا القطبين الكبيرين في بطولة دوري روشن. تحياتي محدثكم فارس عوض. شوط ثاني ننتظر من خلاله متعة كبيرة جدا تكتمل من إثارة كبيرة وحضور جماهيري ومدرجات ممتلئة ولوحات وتيفو. والآن ديربي آخر، والكرة بتصل من جديد، والكرة بتتحول مرة أخرى في نص الملعب. تعود بعد ذلك ثاني الأسماء هي نفس الأسماء التي تركت شوط المباراة الأول بعد تغيير اضطراري كان بدخول أيمن يحيى للاعب أليكس تيليس الذي خرج مصابا. بيرسل كرة طويلة وعالية، أهازيج في المدرجات مستمرة. كرة بتعود بعد ذلك من جديد عن طريق إلى جامي، يعود إلى نواف، ولكن الكرة بعد ذلك إلى كلمة من يضع بصمة، من يقول أنا هنا أستطيع، نعم أنا وفريقي نستطيع. الكرة تصل، ولكن رايو تسلل في اللقطة الماضية، وهذا كرة بترجع مرة أخرى. مباراة فيها بعض التغييرات عن الديربي اللي كان في نهائي العربية، تقدر تقول بعض الإضافات، ولكن الإضافة الأكبر دائما كريستيانو بيلعب لك كرة عرضية العربية في هذا الديربي كمترو، وبالنسبة لهم أيضا ياسين بونو. والكرة بتتحول الآن في نص الملعب في الصافرة، ماذا تعود من جديد، والكرة تصل بعد ذلك. وبالنسبة للنصر الإضافة سلطان الغنام، هل يزداد سرعة هذا اللقاء في شوطه الثاني وتزداد إثارته؟ متروفيتش لم يظهر بعد حتى اللحظة. ومدربي الفريقين والكتاب مفتوح، لا أمور بالتأكيد ولا مفاجآت بالنسبة للمدربين. الكرة بتتحول مرة أخرى، يبقى العطاء، يبقى الجهد. الكرة تمر، لكن صارت الآن مرتدة. الكابتن سالم الدوسري في الجهة اليسرى بيرسل الكرة إلى مترو، استلام تحت ضغط، خروج من الموقف. الكبيرة بالتأكيد يحقق أحلامهم. قال عن أسرته يوما لقد تخلوا من أجلي عن كل شيء حتى أتمكن من تحقيق أحلامي. الجهة اليسرى إلى نواف العقيدي، الضغط ينجح، والكرة تعود مرة أخرى، ولكن ينجح بعد ذلك نواف في التمرير وإخراج الكرة تحت الضغط. يحاول تاليسكا إلى أودافيو، يريد أن يتساوى مع سامي في أهداف الديربي على النصر. بالنسبة للاعبي الهلال سالم عرضية، الكرة تسقط وسعود يعود من جديد. إن سجلوا سيعودون لكرتك يا كوليبالي، لكن سالم، ولكن الكرة مقطوعة. فوفانا من جديد، أيمن يحيى، الله على إبعاد
مع لويس انريكي اللي قال كلمة جميلة، قال على النجوم أن لا يرضوا على أنفسهم مهما فعلوا. من اللاعب الذي يأتي في ذهنك عندما تسمع هذا التصريح؟ على النجوم في هذا الديربي لكي نشاهد بعد ذلك أهدافا عديدة، خاصة وأن الكرة بتصل من جديد وأن الفريقين يمتلكان هداف الدوري. أنت مع الفريق الأكثر حصولا على الشباك النظيفة في هذا الموسم. سعود عبد الحميد لا تصل، لكن الآن سالم في الجهة اليسرى بيلعب له كرة إلى مترو، لاعب مع لاعب بيرسل له كرة لكن مقطوعة، عادت بعد ذلك من جديد. يا سلام يا الغنام، يا سلام من بين الأقدام، الكرة تعود بعد ذلك لقطة كما فعل لغالبية الكرات ياسين بونو، والكرة الطويلة والعالية، والكرة تعود بعد ذلك لا تصل إلى المترو، لا جامي إلى تاليسكا، إلى لا جامي إلى أوتافيو، إلى تاليسكا من جديد في مساحات ضيقة. لا الآن المنافسة ما بين كريستيانو مترو، لكن الآن سالم عدى، سالم تلاعب، سالم انطلق، سالم صوب، لك من الذكريات ما جناحه الأيمن كاد أن يصنع في دقيقة كانت للهلال. الآن نشاهد سعود والعرضية رأسية، الله مالكم إلى مترو، لو كسر مترو، لو كسر بيلعب الكرة إلى مالكم. الهلال يريد القمة، يريد أن يبتعد، يريد أن ينفرد. كثير الشجار، كثير المشاكل، لدرجة أن والده قال له لو لم تكن لاعب كرة قدم لأصبحت ملاكما أو مجرما. الكرة بتتحول الآن من جديد في الجهة اليمنى في مكان باتجاه سلطان الغنام، وبالتالي يعطي ويدخل لاعب بنزعة هجومية أكبر. سنشاهد التغيير في أرضية الملعب، هل يعود تاليسكا في خلف المهاجم؟ الكرة بتتحول الآن من جديد ويلعب ساديو ماني كجناح أيمن وعبد الرحمن غريب كجناح أيسر. ممكن نشوف الآن الطريقة اللي راح تصير، لأني شايف أن عبد الرحمن غريب راح يسار، لكن الكرة بتتخلص. يا للإثارة التي ستكون، النصر سيهاجم الآن أكثر، ولكن المرتدات للهلال ستكون أخطر. الكرة تصل في ترجع إلى مالكوم إلى سافيج يتقدم، سافيج تشاهد في الجناح، تشاهد في الوسط، تشاهد في الهجوم، لكن بروزو الله شاهد الوصول، شاهد الكرات العرضية، وما زلنا الكرة بتتحول الآن مرة أخرى من جديد علي الأجامي. فريق الهلال يدخل الآن كالنوم، وبالتالي سافيج سيعطى حرية حول المستمرة، والكرة تصل من جديد مرة أخرى في مكان، وصلت بعد ذلك في مكان التمريرة فيها السقوط، مقطوعة صارت مرتدة صارت باتجاه كوليبالي. مالكم استلم تحت ضغط، مالكم باتجاه سعود صاحب عرضية الهدف، بيرسل الكرة إلى سافيج مرة أخرى. لما تشوف عرض